واليوم غادي نحضر معكم فطائر كتجي رائعه شكلا ومذاقا. نحتاج 3 ديال الكيسان ونص ديال دقيق الفورس، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه كبيره ديال السكر، الملح، 4 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، 4 كاس ديال الزيت وعلبه ديال الياغورت الطبيعي. وغادي نجمع العجين ديالي بكاس لاروب ديال الماء. عجنتها وخليتها حتى اختمرت وضاعف الحجم ديالها، من بعد قسمتها على جوج، بسطتها بشكل دائري يعني كتخرج لي جوج ديال الفطائر. درت واحد الطبيصيل هكا كيف ما كتشوفوا معايا في الوسط، ودرت صلصه الطماطم، الفلفله والبصله اللي شحرتهم مع شويه ديال الزيت، الملحه والابزار. كنضيف الطون وكنضيف الجبن الخاص بالبيتزا. كنحيد هذاك الطبسيل وكنقطع بلاصتو بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. صافي مباشره كنجمع هذوك القطع ديال العجين، كندير واحد شويه ديال الزيتون اسود، كندهن هذوك العجين ديالي بالصفر ديال البيض مع شويه ديال صلصه الصوجا والخل، وندخلها للفران على 180 درجه. فاش كنخرجها كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. خرجوا لي جوج ديال الفطائر رائعه بزاف. ما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم، والى اللقاء.